السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ادم وسيدرا. ان شاء الله راكم كامل بخير، ان شاء الله تلقاكم الفيديو تاعي باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم وصفه سريعه وخفيفه تاع لو بسكوي رولي. كما تشوفوا في الصوره يعني وصفه سهله وسريعه وخاصه تجي بزاف بنينه. فوالا هنايا بالنسبه للمقادير عندي 6 حبات تاع البيض بدرجه حراره الغرفه، عندي 150 غرام تاع فرينه مع 10 غرام تاع خميره الحلويات، مع عندي 150 غرام تاع السكر، سكر العادي كريستاليزي، مع رشه تاع لافاني. هنا بالنسبه ليا انا استعملت يعني العجانه، ممكن تستعملوا الباتور فقط. هنا رايحه نضرب هذاك البيض مع السكر مع لافاني، كما تشوفوا معايا يعني مليح حتى يبدا يبيض عفوا هكا الخليط. كما تشوفوا معايا هو القوام تاع الخليط هكا اللي لازم تحصلوا عليه. شوفوا يعني يتضاعف الحجم وثاني تبدل لا كولور تاعو. وبالنسبه للقياس كما قلت لكم يعني كل حبه بيض ديروا عليها 25 غرام تاع السكر و25 غرام تاع فرينه اذا كان حبه صغيره. اذا كانت الحبه كبيره ما عليكم الا ديروا 30 غرام. انا بالنسبه للبيض تاعي الصغير لذلك درت 25 غرام في كل حبه. يعني هنا كما تشوفوا معايا رايحه نزيد هذيك الفرينه وهذيك الخميره كما قلت لكم 10 غرامات تاع فرين تاع خميره الحلويات. انا هنا نزيدها هكا على زوج دفعات هكا ونحاول نغرب لها يعني باش ما يقعدوش هذوك الحبيبات كما تشوفوا معايا. يعني هنا هاد الفيديو صورته اخر يعني في اخر ليل كامل، لا كاليتي شويه. فوالا كما تشوفوا معايا يعني نحاول نهبط هكا يعني بلا سباتول حتى ندخل كامل هذيك الفرينه. وهنا نجيب بلاطو درت عليه ورق هكا الطهي ورايحه نفرغ هذا الخليط هدايا ونحطو يعني نسويه كامل هكا ومن بعد نحطو في الفرن في درجه حراره 160 هكاك 170 لمده 10 دقائق فقط. يعني ما با خليوه حوالي 8 الى 10 دقائق ماكسيموم. يعني كي يطلع يعني وتشوفوا يعني يشف خرجوه مباشره. ما يحتاج يطيب، يعني ما يحتاج وقت كبير باش يطيب. ان شاء الله فهمتوا يعني الطريقه. هكذا نهبط كامل هدايا وكما قلت لكم نحاول نحطو كامل هكا يعني نسقمو كامل هكا هكذا. هنا كما قلت لكم رايحه ندخل هاد البسكوي للفرن ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. ودوكا هنايا بعد ما نشف هذاك لو بسكويت كما تشوفوا معايا يعني هاوليك انا هنا كما قلت لكم خليته حوالي 8 دقائق فقط. هاوليك انا هنا نقلبو على هاد الوجه هدايا. هنا يعني كاين بلاصه صغيره فقط يعني يعني حمارت هكا بزياده ما نبيش يعني علاش. كما تشوفوا معايا. وهنا عندي سيرو، درت 4 كاس تاع السكر مع كاس تاع الماء، يعني كميه صغيره خلاص. وزدت عليها برش تاع القارص حطيتهم فوق النار يعني حتى غلاو هكاك حوالي 10 دقائق وطفيت على السيرو تاعي خليته حتى برد تماما. يعني هاد لاجينواز يعني او هاد البسكوي هذا سخون دوكا اللي خرجته وهذاك السيرو بارد فريمون مليح. انا هنا حبيت نشربه، لكن اذا حبيتو تخليوه هكاك ممكن تاني يعني يجي بزاف خفيف هكذا. فوالا هكا اون فوا كما قلت لكم شربته كامل. هنا رايحه نستعمل هاد يعني كيما جاي هكا كيما المربى. انا استعملت تاع البنان بذوق البنان. يعني انا عندي ذوق تاع الفراز، عندي اذواق واحده اخرى لكن اليوم حبيت نستعمل هدايا. او ممكن يعني تستعملوا كيما غير المربى تاع المشماش ولا تاع الفراز ولا اي ذوقه يعني عندكم، يعني اي مربى عندكم يعني يجي بزاف هايل هكا. ونرولي هذاك لو بسكوي هكذا كما تشوفوا معايا بهذه الطريقه. يعني نستعين فقط بهذاك لو بابي كما قلت لكم يعني لا كاليتي شويه عيانه هكا لانه درتو يعني اخر الليل خلاص هكا. نحاول هكا نرولي مليح على الاخر ونزير هكا شويه باش هذاك يعني تحكم مليح هذيك لافورم كما تشوفوا معايا هايليك هكا بهذه الطريقه. ومن بعد الكميه اللي بقات لي يعني كميه تاع المربى اللي بقات لي رايحه نديرها هكا غير من الفوق تاني. ومن بعد نزيد نرش عليها شويه تاع الكاوكاو. يعني كما قلت لكم هذا اختياري، ممكن تستعملوا السكر الناعم هكا من فوق ولا، لكن انا اليوم عطيتها لكم بهذه الطريقه يعني تجربوه ان شاء الله يعجبكم.
فوالا كما قلت لكم يعني خاصه اذا استعملتوا هذيك المعجون تاع لابريكو ولا تاع كما المشماش يعني يخرج هايل بالبزاف هكذا. انا كما قلت لكم درت هكا غير من الفوق تاني شويه ومن بعد نزيد ندير له شويه تاع الكاوكاو. انا بالنسبه ليا كان عندي شويه تاع الجوز يعني حمصته ودرته هكا غير من الفوق هكا نخليه هكا شويه ومن بعد نقسمه يعني وتشوفوا كيفاش جا من الداخل. يعني نفوا تخليوه يبرد تجي النتيجه احسن من كي تقسموه يعني تجي النتيجه احسن. يعني انا هنا درتو تمتم وقسمتو يعني التمتم يعني ما خليتش من با 10 دقائق باش يروبوزي مليح هكاك هكذا. يعني خليته هكا غير برد يعني غير شويه ومن بعد بديت هكا نقسم فيه يعني غير باش نكمل لا فيديو هكذا. لكن نتوما اذا درتوه يعني خليوه يبرد تماما هكذا. انا هنا نقرب لكم هكا وكما قلت لكم قسموا هكا معكم باش تشوفوا يعني كيفاش تخرج الداخل. صراحه جاء روعه بالبزاف والثاني يعني شوفوا يعني هايليك يعني خاصه يعني وحده اذا حبيتوا يعني تشربوا بها ليموناد ولا قهوه العصر ولا بزاف هايل. هاوليك انا هنا حكمت هكا مرسو ودرتو هكا في الصحن باش يعني تشوفوا هكا امامكم يعني كيفاش خرج. جا هايل بزاف كما قلت لكم خاصه اذا خليتوه يبرد مليح ولا يعني تخليوه هما هكا واحد 2 ساعات باش تقدموه يخرج هايل. انا هنا نحكم ملعقه يعني باش نقسمه وتشوفوا يعني كيفاش خفيف ما شاء الله. وكما قلت لكم تاني بالنسبه للشراب يعني انا ما شربتوش بزاف يعني غير شويه فقط. وهي النتيجه امامكم شهيدكم في الجنه ان شاء الله. بهذا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش لايك لا فيديو وثاني البارتاج لا فيديو. دمتم اوفياء للقناه وكما قلت لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.